توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه في النهائي على فريق برشلونة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب الأول بارك في السعودية. ولقد قام اللاعب فينيسيوس جونيور بالتهديف بشكل مبكر في حدود الدقيقة السابعة، ليأتي هدف ثاني خلال الدقيقة العاشرة. ليأتي بعدها هدف اللاعب البولندي ليفاندوفسكي في الدقيقة 33، ليوقع بعدها فينيسيوس جونيور على الهدف الثالث لصالح فريق ريال مدريد محرزا الهاتريك بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بفوز فريق ريال مدريد ب3 أهداف مقابل هدف واحد. كما أن اللاعب أراوخو حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 71 لتنتهي المواجهة بفوز النادي الملكي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد. ريال مدريد يرفع من رصيده من الألقاب في كأس السوبر الإسباني إلى 13 لقبا. هنيئا لريال مدريد بهذا التتويج المستحق.